ناصر صديق، مدير مؤسسة الأكاديمية الفلاحية. الأكاديمية الفلاحية هي أول مؤسسة مختصة في التكوين الفلاحي في المغرب، وهي أول منصة رقمية اللي كتقدم تكوين واستشارة عن بعد عن طريق التطبيق ديالها أو المنصة ديالها. كنقدموا دورات تكوينية لمجموعة من المقاولين والمستثمرين في المجال الفلاحي، سواء في مجال تربية الدواجن أو تربية المواشي أو المجال ديال الخدمات الفلاحية وكذلك الإنتاج الفلاحي. حاليا هذه السنة الثامنة من العمل ديالنا، وقدرنا اننا نكونوا اكثر من 10,000 مستفيد اللي استفاد من البرامج التكوينيه ديالنا. والحمد لله المشاركه ديالنا اليوم هي واحد الفرصه باش نتلاقاو مع عدد كبير ديال الخريجين ديال المؤسسه ونشوفوا التقدم ديالهم، وكذلك باش نتعرفوا على مؤسسات ومشاركين جداد اللي يقدروا يستافدوا من الخدمات ديالنا، ونساهموا في التاهيل ديال القطاع الفلاحي عن طريق التاهيل ديال العنصر البشري باش يقدر يقول الكلمه ديالو مستقبلا. لان الفلاحه هي واحد المجال او علم متجدد وكيحتاج دائما الى معرفه والى تكوين مستمر باش نقدروا نطوروا من الانتاجيه ديالنا ونقللوا من التكاليف ديال الانتاج، وكذلك نواجهوا هذه التحديات الصعيبه اللي كتعيشها البلاد والظروف المناخيه اللي اثرت على الانتاج الفلاحي، سواء الانتاج الزراعي او لا تربيه المواشي. والحمد لله الاستراتيجيه ديال المؤسسه كتعطي نتيجه بالفعل ديال المجهودات ديال الخبراء ديالنا. عندنا اكثر من 20 خبير في المجال اللي كيقدم وكيجمع واحد 10 سنين ديال الخبره وكيقدمها على شكل تكوين في مده لا تتجاوز شهرين حتى ل4 اشهر، باش هذاك الفلاح او المقاول او المستثمر ياخذ المعلومات الرئيسيه او الاساسيه باش يبدا المشروع ديالو وينجح في المجال. بطبيعه الحال عندنا مجموعه ديال الشركاء اللي كنشتغلوا معهم، سواء شركاء مؤسساتيين او شركاء جمعويين، وكذلك شركات مقاولات اللي كتعزز الرصيد المعرفي او التقني ديال التكوين ديالنا بالمعرفه ديالهم وبالخبره ديالهم، واللي كتخلي ان التكوين ما يكونش اكاديمي فقط، وانما يكون مصدر ديال معلومات تقنيه عمليه اللي غيخدم بها الفلاح في المشروع ديالو. بطبيعه الحال الاستراتيجيه ديال المؤسسه من بعد سنوات من الخبره، الحمد لله ابتداء من السنه الجايه ما غاديش نشتغلوا على الفروع، لان الفروع على المستوى الوطني احنا كنشتغلوا على تكوين عن بعد، يعني كنشتغلوا في جميع جهات المملكه، وانما غادي نشتغلوا على الصعيد الافريقي وشمال افريقيا، بحيث المؤسسه غادي تطمح ان شاء الله الى تاسيس فروع في مجموعه ديال الدول الافريقيه اللي معروفه بالانتاج الفلاحي، وكذلك الدول المتواجده في شمال افريقيا ان شاء الله.